صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النرجس، صباح الرضا من الرحمن على أحلى متابعين. النهاردة بأمر الله هنعمل مع بعض صينية جلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وقمر كده. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هبتدي ان انا اعصجه. جبت صينية او طاسة نزلت فيها بنص معلقة من السمنة، ومش هكتر لان اللحمة فيها نسبة من الدهون. ونزلت بنص كيلو اللحمة. هقلب اللحمة كده تقلبتين، وبعد كده معايا بصلتين وسط بشرهم بشر ناعم نزلت بيهم. وهنا كان ممكن ان انا انزل بالبصل الاول وبعد كده انزل باللحمه، فانا النهارده نزلت كده باللحمه وبعد كده البصل. وبعد كده هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي. هنزل بملح، فلفل اسمر، ببابريكا، وهبتدي ان انا اقلب اللحمه كويس لحد ما تستوى طبعا سوا كامل وتتعصج معايا. ودلوقتي نزلت بزيتون، زيتون مخلي، وكان طعمه بجد حلو جدا وفارق جدا في الجلاش. عايزه اقولك لو عندك فلفل رومي ضيفي، فلفل حار ضيفي، فلفل ملون ضيفي، انا ما كانش عندي حاجه فضفت زيتون. طعمه كان حلو جدا وريحته حلوه جدا مع الجلاش. عندي بقى لفه جلاش نص كيلو، جبت معلقتين سمنه على شويه من الزيت، سيحتهم كده على النار، وجبت الصينيه الالومنيوم نزلت بمعلقه من السمنه في قاع الصينيه. وهبتدي ان انا اخد ورقه ورقه ارصها كده في الصينيه، واحط معلقه من السمنه. بس لو ورقه ورقه هيبقى السمنه كتير، انا كنت بحط ورقه بين كل ورقتين ربع معلقه كده من السمنه عشان السمنه ما تبقاش كتير. وابتديت ان انا اوزع الجلاش بتاعي لحد ما اوصل لنص الكميه، يبقى بين كل ورقتين ربع معلقه او نص معلقه كده من السمنه. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. ودلوقتي خلاص وصلت لنص كميه الجلاش. بعد كده هجيب اللحمه اللي انا معصجاها بالزيتون، وهبتدي ان انا ارص اللحمه في الصينيه واوزعها بالشكل ده. وبعد ما اوزعها هبتدي ان انا ارص كميه الجلاش التاني بنفس الطريقه. هفرد بقى الجلاش لحد ما اخلص الكميه او بقيه النص بتاعي. عايزه اقولك ان ممكن بعد ما نخلص سوا صينيه الجلاش لو بيبقى فيه سمنه او زيت او اي مثلا دهون زياده بتصفي الصينيه عادي، بس انا طبعا طلع مظبوط معايا مفهوش اي حاجه وما كترتش. يعني انا مش بحط بين كل طبقه، لا بين طبقتين تلاتة بحط نص معلقه من السمنه والزيت. وبعدين مش مكتره، حتى زيت ذره مع سمنه بقري خفيفه. خلاص بعد ما خلصت الكميه بتاعتي هبتدي ان انا اقطعه طبعا قبل ما ادخله الفرن. قطعته على 8 كده بالشكل ده. ويلا نعمل احلى تشريبه. هاتي بقى مج حطي فيه نص كوبايه من الحليب. هنزل ببيضايه كده، بيضه. وهبتدي احط ملح وفلفل، وهقلب او ارب البيضه كويس جدا. ودلوقتي هضيف معلقه صغيره من الباكنج باودر، بيديله ارتفاع وطراوه حلوه جدا وبيديله طعم حلو قوي، بيديله هشاشه كده بجد. هبتدي ان انا ارب او اقلب اللبن مع البيض مع الباكنج باودر مع الفلفل مع الملح. طبعا شربته بالشكل ده. وهدخله الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد معايا نص ساعة وهنشوفه قمر كده مع بعض. بعد ما قعد نص ساعة ولعت الشواية اديته لون بقى شكله قمر بالشكل ده. عايزة اقولك ان كنت محضرة جبنة رومي نسيت احطها. كنت هحطها في النص كده مع اللحمة بعد ما رصت اللحمة. طعمه في منتهى الجمال، ريحته حلوة، الزيتون فرق جامد جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لسمر ابو العيد.